طبعا اللقاء ده خاص مميز مع النجمه الفنانه عفاف رشاد، الزمن الفني الجميل والحاضر والماضي. النهارده مرشحه للدوره الرابعه، مظبوط كده يا فنانه؟ انتخابات نقابه المهن التمثيليه في وسط نوبه من نجوم الصحافه والاعلام، الفنان الكبير احمد بدير، الفنان احمد ادم، الفنان يحيى الفخراني، الفنان نهال عمرو، كل النجوم متواجدين. ازيك يا فنانه؟ اهلا وسهلا بيكم، منورنا. الفنانه عفاف رشاد رقم 5، مظبوط كده؟ رقم 5 في الانتخابي، رقم انتخابي. انت شايف الانتخابات النهارده شكلها ايه وماشيه ازاي؟ شكل الانتخابات جميله، نقابتنا نقابه محترمه واعضائنا الناس محترمين، بنعمل الانتخابات بشكل راقي ومحترم. وربنا ان شاء الله يعديها، وهيعديها طبعا، لان احنا كلنا بنحب بعض، كلنا عيله واحده، وربنا يولي من يصلح ان شاء الله. الفنانه عفاف رشاد كل الناس بتحبك وكل النجوم بتحبك، وانا متفائل خير للدوره الرابعه والدوره الخامسه ان شاء الله. يا رب باذن الله باذن الله. يعني احنا في خدمه اعضائنا في دايما وباستمرار، ونحب دايما ان احنا نرتقي بنقابتنا الجميله، ودايما مفتخرين ان احنا ننتمي لنقابه المهن التمثيليه. نورتي برنامج ايفنت ميني، قناه الحدث، قناه ميديا سينما، المخرج يوسف بشار. اهلا وسهلا، وكل سنه وانتم طيبين.